السلام عليكم حبايب قلبي، شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة وعافية. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي هسه شفتوها قدامكم، هاي تختة او اللي نثرم عليها. المهم ما ادري ايش يسموها، لوحة او تختة او اي شيء. المهم هي داخلها خشب لكن هي من الجانبين بلاستيك. فالبلاستيك مالتها بكثرة الثرم يعني بدأ يتشقق أو يتمزق. فأنا إيش سويت؟ قلت أحسن ما أذبها أسوي لها إعادة تدوير. فجيت قصيت البلاستيك كله من الجهتين وبقيت فقط الخشب. وهذا الإطار همينة بقيته لأنه حتى تبقى الخشبة ثابتة. وجبت هذا الستيكر أو اللاصق لون أسود. ما أعرف، حبيت أسود هالمرة، هو عندي هواي ألوان بس ما مشتغلة لون أسود يعني، فقلت خل أشتغله. أو بما أنه هو برمضان أساسا أني أستعمل اللون الخشبي والأبيض والأسود دائما والذهبي، فقلت خلي أسوي هالمرة أسود وأطعمه بذهبي. المهم غلفتها من هذا الجانب مثل ما شفتوا، وهسه دا أقص هذا المكان لمكان الإيد، وبعدين أرجع أغلف الجانب الثاني. فطبعا دائما أحب هاي الشغلات أضمها وأستعملها يعني بإعادة تدوير، استفاد منها يعني صار عندي منها شغلات حلوة. بس وهذا الديكور كلش بسيط، طبعا راح أشوفه كلش بسيط يعني. يمكن حتقولون مو كلش حلو، عادي، بس أني ردت يعني أخليه بالمدخل اللي سويته. شفتوه بفيديو سابق، اللي ما شايفه يرجع الفيديوهات يشوف المدخل شلون غيرته. فقلت حلو انه اخليه بالمدخل لي يعني قدام اللي يدخل اللي يروح يجي يشوفه انه كاتبه رمضان كريم. وراح اخليها مينه بعد هواي شغلات، وان شاء الله احاول اسوي بعد شغلات اذا صار عندي مجال، لان تعرفون الدوام بعد ها هي بدأ راح يبدي يعني. فبعد ما لحق، بس إذا لحقت إن شاء الله راح أسوي، والله كريم. فالمهم فدائما يعني يا ريت لو كلكم هيك تسوون الشغلات ما تذبوها، تسوي لها إعادة تدوير. طبعا هواي شغلات تنذب وبعدين أسوي لها إعادة تدوير. أنا طبعا ما أذب شي على فكرة، دائما هاي الشغلات أضمها. طبعا هي سويت لي مشاكل بالبيت لأنه أبو آدم دائما هاي شنو ضامتين، هاي زبايل متى شنو. بس بعدين من أجي أسوي بيها ديكور حلو أجي أراوي هي إيه حلو عاشت إيدش متى شنو. فالمهم وأني أساسا عندي مخزن فوق يعني بالسطح، فكلهن ألمهن بعلاقة أو عندي علاقة وعندي صندوق كرتون ضامة هاي الشغلات بيه. فمن أجي تجيني الفكرة أصعد أبحوش بذني الشغلات وأطلعهن وأسوي منهن شغلات ثانية بموديل ثاني وتطلع كلش حلوة. فانتو همين يا ريت لو هم تسوون، لان اني دائما هاي الشغلات اسويها انشرها يكتبوا لي بتعليقات اوه حرامات هاي احنا ايش كان من عندنا بس نذبها يعني. ما عبالنا اكو بيها فد فكرة. فانتو ضموا هلا يعني لابد انه يجي فد يوم اسوي بيها فكرة وأنشرها وتستفادون منها. وحتى إذا أنتم عندكم أفكار همينة، مثلا قطعة معجون أو أي شيء، أي علبة ثانية تريدون همينة كتبولي بالتعليقات إنه نريد لها إعادة تدوير وتدللون بعيني، وأنا إن شاء الله أسوي لكم كل الأفكار اللي تريدوها. طبعا هواي طلبتوا مني شغلات لكن اعذروا إني تأخرت، لأنه تدرون بسبب الدوام ولأنه أطفالي اثنيناتهم دراسة، يعني هم أنا عندي دوام وهم عندهم دراسة وشغل البيت وهاي السوالف طبعا تدرون. فالمهم بعد ما شفتوا غلفت الجزء الخلفي من عندها، وبعدين جبت هذا السوتاج أو ما أعرف شو نسميه. المهم خليته داير مداير التختة وبعدين أو اللوح، وبعدين جبت هذا السوتاج أو ستراس، أو هو مو ستراس طبعا ما أعرف شو يسموه يعني. فالمهم كتبت رمضان كريم وراح أخلي النقط بالليلو. طبعا هي الفكرة كلش عجبتني، أنا كلش عجبتني صراحة. هي صح رغم بساطتها بس يعني شفتها شي حلو، بالذات إذا خليتها برا على الزرع الأخضر راح تطلع كلش حلوة. فأتمنى أنتو همينة تعجبكم، ويا ريت لو تكتبولي لا تدزولي شنو تسوون من أعمال على الانستغرام أو على صفحة الفيس. صفحة الفيس عندي
بيجين، بيج مريم للمناسبات وبيج فكرتي البسيطة نفس اسم القناة. فيا ريت لو عندكم أي أفكار دزولي إياها على الفيس وأكون ممنونة حتى أنشرها لكم هم على الفيس وهمين على الانستغرام. وهنا هذا قلت لكم خليت النقاط باللؤلؤ، ليلو أبيض نص، خليته بهالشكل فطلع كلش حلو. وبعدين أنا هذا طبعا دنيا مؤدبين، أنا مؤدب شي قلت لكم هذا معون قديم كرتون، هو لون ذهبي. صراحة أنا ضميته يعني صار له فترة طويلة بس ضميته قلت حيفيدني برمضان، فضميته حقص من شكل هلال أزين بيه اللوح وها هي، وهاي فكرتي كلش بسيطة. طبعا كنت أخلي قبل موسيقى بس الفيديوهات قامت تنحضر عندي، أي موسيقى أخليها الفيديو ينحضر، فقلت خلي بصوتي واللي باقي خليه بهدوء، يعني مو شرط تسمعون صوتي حتى لا يدوخكم دائما. حبايب قلبي مو تنسون لايك واشتراك للي ما مشترك وتعليق حلو، ويا ريت تشاركون الفيديو ويا أصدقائكم أقاربكم جروبات أي شي، يا ريت على مود تصعد عندي المتابعات والمشاهدات، لأنه الفيديوهات كلش تعبانة. فيا ريت يا ريت يعني تشجعوني، لأنه والله دا أتعب بالفيديوهات ودا أصور لكم، ورغم أن قلت لكم إنه أني دوام وجهالي مدرسة، رغم هذا دا أصور. هسه شفتوا شكلها طلعت كلش حلو، ولين أخلص الفيديو أقول لكم مع ألف سلامة.